شكرا جزيلا أستاذة سماح. الحقيقة إن أحمد مراد هو واحد أيضا من اللي استطاعوا أن يلتقطوا شفرة أو كلمة السر في الوصول إلى أجيال كثيرة من القراء. هل سيشاركنا أحمد مراد جزء من هذه الشفرة؟ هل سيطلعنا على بعض أسراره؟ أدعوه إلى المسرح لإلقاء الكلمة. أنا كنت محظوظ جدا على فكرة، جدا، إن أنا وأنا صغير اتعرفت بالسلسلة، وكنت منبهر جدا جدا بشغل دكتور أحمد خالد توفيق ودكتور نبيل فاروق، وبعت لهم جوابات مرة ما عبرونيش خالص بصراحة، لأنه طبعا كم القراء الرهيب اللي بيبعتوا لهم أكيد ديفنتلي مش هيقدروا يبصوا أبدا للعدد الناس دي كلها. كنت طالب صغير، وبعدين دخلت معهد سينما، وبعدين جالي حلم تاني ان انا ابعت لهم جوابات اخرى اقول لهم ان انا عايز اعمل حاجه من شغلهم سينما، وما عبرونيش خالص برضو اكشولي. وكبر معايا الدنيا وبدات اكتب، وفي يوم من الايام كنت قاعد في دار ميريت وقالوا لي هنعمل ندوه لتراب الماس، تدعو مين؟ فقلت لهم انا عايز دكتور احمد خالد توفيق هو اللي يدير الندوه. ما كانش يعرفني خالص في الوقت ده، والراجل توتالي روح غريبه جدا، ودي قابلتها كتير في الجيل القديم. يعني انا يعني في بعض الادباء اشهد جدا ان انا يعني قعدت تحت كده على ركبتي عشان اسمع رايهم، واتشتمت جدا جدا، قالوا لي ايه القرف اللي انت بتكتبه ده وكده. وفي ناس شجعتني جدا جدا، وانا بصراحه بابريشيت التجربه من ناحيتين. ولكن دكتور احمد خالد توفيق دخل كان معاه واتصاحبنا جدا جدا، وشاء القدر ان انا اعيش معاه اخر 10 سنين يمكن من الحياه، بسفر بروحنا بجينا بمهرجانات، وعملت له فوتو شوتس وبقينا اصحاب جدا. وطبعا في الوقت ده حظي كان اجمل كمان ان انا اقابل دكتور نبيل فاروق. برج الدلو وزميل طبعا في البرج، وده كان عزيز عليا جدا ان انا اجد طفل صغير، حقيقي طفل صغير، بيته حضرتك طبعا زوجته العزيزه المنوره بينا طبعا، وبناته والجمال كلهم. كنت متجوزه طفل كبير، بيته كله لعب يا جماعه، الراجل حاطط كميه لعب وتماثيل في البيت ومسدسات وحاجات. انا رحت عنده كاني دخلت ملاهي حقيقي. الزياره المفروض ذوقيا تبقى نص ساعه، طبعا كانت بتبقى 5 8. يا فتحي انت فاكر يا فتحي؟ فاقصد انه انا اتمرمغت سعاده في الناس دي، وانبسطت جدا ان انا في حياتي قدرت اقابل الشخصيات دي. بصراحه لو في فضل ان انا النهارده على وشك تقديم الروايه التامنه بتاعتي، فهو بيرجع في الاخر للناس دي وللي عملته المؤسسه. حقيقي انا مش عايز اجي عشان اقول كلمه تزود اي حاجه في الماضي العريق الجميل بتاع المؤسسه، المثير يتعمل له فيلم. بصراحه انا يعني حاسس انه اجمل من انه يتقال مجرد في برزنتيشن. كمان انا هقول بس نقطه صغيره عشان ما اطولش عليكم، ان مشروع المؤسسه هو الاستمرار، وده اكتر حاجه انا شفتها صعبه. حقيقي الوالد والجد عملوا تحديات بجد يا مصطفى خطيره جدا جدا، بس بصراحه هم مش ما يمثلوش، انا اسف ما تزعلش مني، 20% من اللي انت بتشوفه النهارده من تعب. لان انت بتواجه مش بس سوشيال ميديا وانبهار وتيك توك وانبساط انت بتواجه جيل ما عندوش استعداد يقرا بالعربي اصلا للاطفال. انا بناتي ما بيقروش بالعربي، ما بيحبوش يقروا بالعربي، مش مقتنعين بقلم عربي يكتب، لان هو بالنسبه لهم ما شافوش اي انبهار، ولا شافوا كتاب مثير مليء بالكوميكس، ولا سوبر هيروز مصريين. وعندنا عقده بنت لذينه من فكره ان احنا الاجنبي هو اللي يقول دايما في الاطفال. وانا لو ابني عايز ادخله مدرسه انجليزي وعايز ادخله حاجه عشان يتعلم بره، عشان احنا عمرنا ما بنعرف ندي ولادنا الجرعه المصريه، بنخاف منها جدا بصراحه. المؤسسه عملت كده، هي اللي لحقت الجيل اللي هو كان يعني نجيب محفوظ طبعا قدر يغطي الجيل الكبير، ولكن الجيل ده كان بيروح، فدول مسكوا ايدين الناس دي راحت مطلعاها كده، عملوا بريدج. بصراحه انتوا بتعملوه دلوقتي. الصعوبه الاساسيه هي القدره على الاستمرار، وانك تعمل انفجار كل شويه في مواهب بتقدمها. وانا سعيد جدا وفخور ان انا بشارك ان شاء الله بالحضور، بس ان انا اقعد اتفرج على هذا الانجاز، لانه حقيقي ده مش حاجه سهله خالص بنعملها بجد يا جماعه. انتزاع ولادنا
من قصاد السوشيال ميديا. مش عشان السوشيال ميديا وحشه على فكره، انا بقعد على السوشيال ميديا، ما عنديش اكونتات، بس يعني بانفولف بشكل ما. انتزاعهم صعب جدا لانها مبهره ولذيذه وجميله وملونه وما بتعملش اي عبء في اي حاجه حقيقي، ملهاش غير انها بتسحب الوقت، وهم مش حاسين بالوقت وعندهم شوله من الوقت، فمش فارقه عادي خالص. غير واحد عنده 50 60 70 بيبقى الدقيقه غاليه عنده، فاوتوماتيك انا شايف ان اسوأ حاجه نلومهم. والمؤسسه اعتقد من وجهه نظري لو صلح لي يعني، هي بتقول للناس بطلوا لوم. احنا لازم نعتمد ان الاجيال الجديده اللي موجوده هي اللي تقدر تقدم حاجه مبهره تنتزع اللي قدامي. انا ما ينفعش اقنع بنتي اقول لها سيبي السوشيال ميديا، سيبي التيك توك وتعالي احكي لك حاجه او اقري الكتاب ده. بس ممكن لو انا قلت قصه مبهره على الغدا، خاصه لو فيها سيريال كيلرز وحاجات غريبه جدا ورعب وبتاع، اوتوماتيك بيسيبوا الموبايلات على طول. الجيل مش غير راديو بتاع لكن انت بتحارب في 8 جهات. ربنا يعينك ويعيننا كلنا على ان هنكتب حاجه كويسه. عمري ما هعايب ابدا على القارئ ان الاجيال ما بتقراش، اصل الاجيال ما بتفهمش. احنا اللي ما بنكتبش كويس، واحنا اللي لازم نكتب عدل عشان الاجيال تقرا كويس ويقدروا يحسوا بتنافس. ده في الاخر منتج، والمنتج الكويس هو اللي بيدوم، ما ينفعش ابدا نلوم القراء. فاشكرك على هذه المبادره، واشكر المؤسسه على قدرتها على انها تفضل تضخ في دم جديد. وبصراحه الدم لازم يبقى كتير قوي عشان نقدر نفرز نطلع دكتور احمد خالد توفيق ودكتور نبيل فاروق اخر. البحث عنهم مره تانية صعب. وانت بتعرض البرزنتيشن جالي فكره وبعدين نفضتها وانا قاعد جنب استاذه اميره على طول. يعني قلت ليه ما ندعوش ان في حد يقدر يكمل السلاسل، يمشي يكمل. بس احنا محتاجين ان الاجيال هو اعتقد نجاحهم الحقيقي واللي هيوصل لهم فوق في شكل ما هو انهم يحسوا ان هم طلعوا 1000 نبيل فاروق و1000 احمد خالد توفيق وغيرهم طبعا.